ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات معاكم، وهقول لكم ليه. واحنا دلوقتي شغالين في فيديو. تعالوا الاول اقول لكم احنا هنعمل ايه وايه مكوناتنا. وما تنسوش قبل اي حاجه حطوا لايك زي ما انا قلت لكم اهو. ماشي ماشي. احنا هنعمل قرنبيط كريسبي او كنتاكي الغلابه بمعنى اصح يعني. مع ان في الغلا اللي احنا فيه ده ما بقتش في حاجه اسمها كنتاكي الغلابه خالص، كله مكلف. بصوا بقى يا جميله انت وهي، انا معايا قرنبيطايه مقطعاها وردات زي ما انتم شايفين كده، بتقطعها الحجم اللي انت عايزاه. وبتطولي العنقود بتاعها او بتقصريه، يعني الطريقه اللي تعجبك. ومعايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. بصوا انا بوريكم القرنبيط وهقول لكم على بقيه المكونات واحنا شغالين. تمام تمام. الطبق اللي على جنب ده ما حدش دعوه بيه. هنا بقول لكم ايه، يعني ممكن تقصريها او تسيبيها زي ما هي. ماشي. ومعايا شويه خضره مشكله، ومعايا دقيق، ومعايا نشا، ومعايا كوبايه لبن، ومعايا ملح وكمون، ومعايا معلقه بهارات مشكله. كل ده معالق صغننه. واللهم صل على النبي. والكركم ده اختياري. تمام كده يا جميله. تمام. هحط الدقيق وهقلب فيها البهارات وشويه شطه عشان كنت ناسيها. آه هتقلبي ده كله بقى الاول كده مع الدقيق مع النشا. انا هحط معلقتين نشا او على حسب برضو الكميه اللي انت بتعمليها. النشا هو اللي بيديله القرمشه عشان نبقى صراحه كده وعلى نور، وهو اللي بيخليه ناشف شويه، مش الدقيق يعني. هقلب الحاجات الجافه دي كده في بعضها، وبعد كده هقوم جايه مكسره فيها الثلاث بيضات وانزل عليها باللبن واعجنها. تمام. مش عجينه بقى اللي مش العجينه اللي هي تبقى زي عجينه الكيكه. ابسط ما يكون اهو. تمام بالمنظر ده كده. وبعد ما هخلصها العجن هقوم جايه حاطه فيها شويه الخضره المناسبه فيها. احنا اتربينا على الطريقه ديت، يعني مش عامله فيها افتكاسات. هو الافتكاسه الوحيده اللي فيها هو الكركم، لكن هي دي اساسا الطريقه اللي كنا مامتي كانت بتعملها لنا على طول. ف اقول لكم بقى، انا بقالي بالظبط 26 يوم ونص ما نزلتش فيديوهات. ليه؟ من قله التفاعل. يعني الواحد بيعمل الفيديو يعني برضو بيتعب فيه. كفايه على فكره والله العظيم بجد زي ما بقول لكم كده، المجهود وانتي بتصوري الفيديو وتفضلي تشغلي وتوقفي ولا تمنتجي ولا، يعني عايزه تطلعي كل حاجه مظبوطه بجد، بيبقى مجهد جدا. واجي انزل فيديو ما يعملش في ال26 يوم دول غير مثلا 31 مشاهده يعني. لا بجد يعني كده بتخلوا الواحد ما عندوش حتى ان هو يقدم اي حاجه جديده ولا قديمه بالمناسبه يعني. وبالمناسبه كمان حبيت اقول حاجه في الفيديو دوت. شفت انا الفتره اللي فاتت ده 2 من الشيفات، هو واحد وواحده بس انا مش فاكره الاسامي بصراحه، منزلين المحشي اللي هو بيتسوى من غير ميه. والله العظيم يا جدعان انا لما عملته الفيديو ما جاب مشاهدات زي ما هم جايب معايا، مع ان انا اول واحده عاملاه في السوشيال ميديا. انا يوم ما جيت اعمله انا قعدت اعمل بحث عشان اشوف اي حد عمله بالطريقه اللي انا كنت عاملاه بيها قبل ما انزل الفيديو، ما لقيتش. واللي عايز يتفرج على الفيديو انا كنت منزلاه في رمضان، واللي عايز يشوفه كنت كمان مسويه البط ني تحت المحشي، يعني المحشي والبط كان ني. فلقيت هناك جايبين مشاهدات قد كده والفيديوهات هنا ميته. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ما احنا برضو والله بنتعب زي ما انتوا بتتعبوا بالظبط. اللي عايز يشوف الفيديو يكتب لي في الكومنتات وانا احط لكم الرابط بتاع الفيديو. كنت مسويه، انا عاملاه كذا مره في القناه، عاملاه مرتين. مره مسويه البط تحت المحشي والاتنين نايين ومن غير ولا نقطه ميه، ومره بالفراخ وبرضه من غير ولا نقطه ميه. هنا انا كنت بقى سلقت القرنبيطه. طبعا الميه اما بتغلي بحط شويه ملح وشويه كمون وبسلق القرنبيط بالمنظر ده. وهنا العجينه كانت جاهزه. هحط طاستي على النار، الزيت يسخن. ماشي. وهنبتدي ننزل كل قطعه قرنبيط بالمنظر ده كده في قلب العجينه. بصوا انا اول مره البس جلافز معاكم اهوت، بس عشان خاطر اللغوصه. انا ما بحبش اللغوصه بتاعت العجينه بتاعت القرنبيط. وانا عايزه اقول لكم ان الولاد اصلا مش بيحبوه. وكانوا بيتغدوا عند ستهم اللي هي مامتي ربنا يخليها، وعملت القرنبيط ده وقعدت انا وصاحبتي ناكل فيه بقى. بصوا يعني ابدعنا فيه بصراحه. كان بقالنا كتير قوي ما كلناهوش. بصوا بعد ما برص الطاسه كده بسيبها اما بتحمر من ناحيه، وابتدي اقلب فيها على الجنب التاني.
بالمنظر ده. بتحمريه بقى وتقرمشيه، تعملي جنبيه بقى شويه بتنجان مخللين، شويه سلطه خضراء، شويه مخلل، اللي نفسك فيه كله تعمليه. انا عن نفسي انا عايزه ايه، ببقى اما يوم ما بعمل القرنبيط ده بالنسبه لي بصراحه وبامانه بيبقى يوم عيد، ببقى عايزه اطلع من الطاسه واكل كده على طول. انا كل اللي عملتهم جنبيه شويه سلطه خضراء، وطلعنا شويه زيتون مخللين وقعدنا كلناه. حتى انا هنا كنت بقول لكم اسمعوا القرمشه، بس هو ايه الصوت اتقطع وانا بعمل بمسح الاصوات الاولانيه، ده كمان إيه، الله يرحمه معين. بقى بالمنظر دوت. ما تنسوش اللايك والشير، واللي اول مره يشوفنا يدخل يشترك في القناه ويفعل زر الكل، والمشترك ما ينساش اللايك والكومنت. وبجد بجد ما تنسوش التفاعل، لان كده بقى كتير عليا. مع السلامه واشوفكم في فيديو جديد.